ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. أتمنى تكونوا جاهزين ومستعدين لموضوع درسنا النهاردة. تعالوا كده مع بعض بكل اختصار نعرف ايه موضوعنا. كل الفكرة زي ما انتوا شايفين ويمكن تستغربوا من الشكل اللي أنا عاملاه ده، هو ان أنا عندي مجموعة من الفيديوهات متفرقين على السيكونس زي ما ظاهر قدامكم. طيب أنا محتاجة ان أنا أجمع كل الحاجات دي عندي، ما يبقاش في بينهم السبيس أو المساحة دي الفاضية ما بين كل اتنين. طيب هعمل ايه؟ هل همسك كل واحد كده واقعد اقربه وامسكهم بعد كده هما الاتنين وهكذا؟ هقول لكم لا، مش محتاجين نعمل كل ده، لانه ببساطة ممكن اغلط غلطة، وهي ان انا بمجرد ما امسك فيديو زي كده تمام يكون بياخد من مساحة الفيديو اللي بعده. وده اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده هسيبه لكم في الاي، هو انه ازاي لو مسكت فيديو يدوي كده وبقربه ناحية الفيديو التاني ازاي ما بقاش باخد من مساحته او باخد من مدته غصب عني. فده اتكلمنا فيه قبل كده. لكن النهاردة أنا عايزة أجمع كل الفيديوهات دي على بعضها، ما يبقاش فيه بينهم أي سبيس، وبنفس الوقت بطريقة صحيحة وبطريقة مظبوطة. طيب هنعمل كل ده إزاي؟ بمجرد ما أضغط على كنترول A، بمعنى أصح إن أنا بعمل لهم سيلكت أول أو بحددهم كلهم، وهطلع في هنا السيكونس، هضغط عليها وهنزل كلوز جاب أهو، هلاقيهم ضموا على بعض بكل بساطة. طيب يعني خلينا نرجع كده أعرفكم بس حاجة. لو مثلا في فيديو بعيد عن بداية السيكونس بتاعي وعملت سيلكت أول وطلعت على السيكونس وعملت كلوز جاب، هلاقيهم ضموا ناحية بعض، لكن مش ضموا ناحية بداية السيكونس. هو بس كل الفكرة إنه بيشيل الفراغات ما بين الحاجات اللي أنا حددتها له. يعني أنا حددت له أيا كان عددهم إيه، هيشيل الفراغ اللي موجود ما بينهم، لكن مش هيرجعهم للبداية. فطبعا دي أمرها سهل يعني أهو، فما فيش مشكلة. بس أنا حبيت أعرفكم دي عشان لما تيجوا تجربوها ما تقولوش إيه ده، إزاي يعني ما جابهمش الأول السيكونس وما شالش الفراغ ده. هو كل الفكرة الجزء اللي بنحدده أو مجموعة الفيديوهات اللي بنحددها على أساس ده بيشيل الفراغ أو المساحة اللي ما بينهم. طيب ممكن حد كده يقول لي طيب أنا طلعت على السيكونس ولقيت كلوز جاب مش متفعلة أهو، يعني خلينا نرجع بس كده خطوات لورا. تمام، ولو طلعت مثلا أهو، لو طلعت على السيكونس هلاقي إن الكلوز جاب مش متفعلة. ليه مش متفعلة؟ لأنه بكل بساطة أنا مش واقفة على السيكونس، أنا واقفة على قائمة السورس. لازم عشان الكلوز جاب تتفعل معايا لازم أبقى واقفة على السيكونس. يعني إيه واقفة على السيكونس؟ يعني الجزء أهو اللي متحدد باللون اللبني ده هو على السيكونس نفسه، تمام، مش على أي حاجة من القوائم الباقية. أهو بمجرد ما هطلع على السيكونس هلاقيها اتفعلت عشان أنا مش واقفة غير على السيكونس. فده موضوع درسنا بكل اختصار، وهي دي التركاية بتاعت النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا، واستنوا دروس الوقت اللي جاي كل يوم سبت وثلاث وخميس الساعة 10 مساء، كل مرة بينزل درس جديد.